هتكون مش سهله، بس باذن الله هتكون في متناول الايد برضه، لان عندنا اللاعبات ما شاء الله عليهم ابطال. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم، معاكم ابراهيم البحيري، وده برنامج ريمونتادا النمر. جهز نفسك يا نجم النهارده انت وهو، لان احنا عندنا مباراه جامده جدا في افريقيا للسيدات 2025، ونقول لبات المغرب راجعه تزأر من جديد بعد المباراه الاولى اللي التوقعات ما كانتش فيها زي ما احنا عاوزين. راجعين النهارده باذن الله اللبوات هياكلوا الملعب اكل، لان مش عاوزين اللي حصل الماتش اللي فات يحصل تاني. التعادل مش وحش، لان فرقه زامبيا قويه جدا، بس احنا محتاجين الثلاث نقط، محتاجين البطوله ما تطلعش من ايدينا. مباراه النهارده ضد الكونغو الديمقراطيه هتكون مش سهله، بس باذن الله هتكون في متناول الايد برضه، لان عندنا اللاعبات ما شاء الله عليهم ابطال. احنا متوقعين منهم ان النهارده يعوضوا لنا الماتش اللي فات، هم قادرين يعملوا كده. فرقه الكونغو مش سهله، بس مش هي اللي جامده، لا عندهم ضغطوا عالي والبنيان بتاعهم قوي وكل حاجه، بس تنظيم الدفاع بتاعهم مش كويس. واحنا عندنا بطلات تقدر تعمل كل حاجه وتقلب الماتش في دقيقه. ان شاء الله هنقدر نقول الماتش اللي فات يعني مش كله كان وحش، كان الماتش فيه حاجات حلوه كتير. كان عندنا خط الوسط قوي ومتزن، التمركز كان شويه يعني محتاج تعديل شويه. خط الهجوم المباراه اللي فاتت كان عظمه، وقدر يسجل هدفين ولا اروع، هدفين عالميين. الدفاع محتاج شويه تظبيط، لكن الفرقه ككل كانت كويسه. فاحنا عاوزين كل الاداء ده يتظبط النهارده. عندنا لاعبات زي غزلان الشباك وسناء المسودي ونسرين الشاد، دول لاعبات يقدروا يغيروا الماتش في دقيقه، ويقدروا يعملوا لك كل اللي انت عاوزه، واحنا مستنيين منهم كده. مستنيين منكم النهارده ان انتوا تعوضوا لنا الماتش اللي فات وتجيبوا لنا الثلاث نقط، لان احنا مستنيين نروح بعيد. احنا عاوزين البطوله، مش عاوزين اي حاجه تاني غير البطوله. واللي احنا محتاجينه النهارده من بطولاتنا يضغطوا ضغط عالي ويركزوا على الاطراف، خصوصا الطرف اللي فيه نسرين، وعاوزين فيه يكون شويه هدوء في نهايه الهجمه عشان ما نضيعش. عاوزين نكون هاديين، وكل ما نضغط عليهم هنقدر نربكهم. ولو بطلاتنا عرفوا يلعبوا بروح 2022، والله انا بقول لك ان البطوله دي هتبقى في جيبنا. انا بتوقع ان شاء الله نتيجه الماتش تكون 2-0 او 2-1 للمغرب، وان شاء الله يكون الاداء اداء عالي. وعاوزين نساند بطلاتنا ونكون وراهم وفي ظهرهم، لان هم ما بيلعبوش باسم المغرب بس، ده بيلعبوا اسمنا كلنا. وفي النهايه عاوزين تبعتوا لنا في الكومنتات وتتوقعوا لنا النتيجه، ونتقابل ان شاء الله بعد المباراه. وفي الاخر اعملوا لنا لايك وشير واشترك في القناه وفعل الجرس. نقول ديما مغرب.